طيب اول حاجه محتاج اقولها ده صوتي، ولو دققت قوي كده في الكواليتي وعملت زوم هتلاقيني انا الموريتشي سري، مروان سري زي ما تحب، ولكن يعني ضربه شمس في الساحل. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وحشتوني جدا، كانت اجازه يا رب تكون سعيده عليكم وعلى كل اللي بيتفرجوا علينا. بس انتوا فاهمين بقى الساحل والبحر والالوان وكده، شفتوش وائل وسعيد جوه عاملين ازاي، كله ضارب الوان موف واحمر وبامبي، قلبنا خالص. ولكن عدنا وعدت الحلقات. اي نعم كان في حلقتين رزيع عملناها لكم هنا في القناه، نزلوا بتوع احلى صفقات واوسخ صفقات، وطبعا كان عندنا حلقتين في القناه الاخرى مروان سري عن الشاورمات، اللحمه والفراخ، وتقييم اضرب مع سري اللي موجود دلوقتي، ممكن تخش تشترك في القناه. ولكن كان لازم اول ما نرجع على حلقه الانتقالات المحبوبه منكم، طلبتوها مني كتير. ولكن حلقه الانتقالات اللي هنتكلم فيها عن كل الاخبار هتكون حلقه الثلاث ان شاء الله، بعد ما الصحفيين يكونوا رجعوا من اجازاتهم. بما ان العالم الاوروبي بياخد اجازه سبت وحد، فبنستنى الاخبار تتجمع يوم الاثنين، نعمل لكم الحلقه تنزل الثلاث بدري. ولكن اليوم ما زال موسم الانتقالات، في اهم خبر ممكن يحصل واهم تصريحات طلعت من كيليان امبابي ابن فايزه اللي مولع سوق الانتقالات مع باريس سان جيرمان بتصريحاته الناريه اللي بتعلن رسميا نهايه العلاقه. وبالتاكيد هناخد تصريحات ناصر الخليفي اللي رد بيها على اللاعب، موقف اللاعب حاليا، موقف ريال مدريد، الاشاعات اللي بتقربه من ليفربول وارسنال ومانشستر وانديه كتيره جدا كلها بقت على الحبل منذ اعلان كيليان امبابي الحرب. فيلا رزيع نكشف تفاصيل عقده، نكشف السر وراء مديره اعمال كيليان امبابي واللي هي والدته فايزه، نكشف القرار اللي بنسبه 90% خدوا خلاص اللاعب ومستني يضغط على اداره باريس سان جيرمان. مين الضحيه؟ اللاعب ام النادي؟ مين تسبب في الموقف الحرج جدا اللي خلى سوق الانتقالات كله يولع نار؟ هنتكلم في ده رزيع. اعملوا لايك لو مبسوطين بعوده الحلقات، تشتركوا معانا لو كنتوا لسه اصلا مش مشتركين، نوصل ان شاء الله حلم ال 2 مليون في اقرب وقت. واكيد بفكركم تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستجرام. الستوريز كان فيها شغل نار وكواليس السفريه والحرق اللي اتحرقته ده كلها موجوده هناك. اما عن راي الحلقات الرسمي فبالتاكيد ده هو شامبو رقم 1 في مصر والعالم ضد القشره كلير. ويلا رزيعه نرغي لاخر مره عن كيليان امبابي وماذا يحدث هذا الصيف. رزيعة في حلقة جديدة من حلقات رزع الانتقالات، الحلقة المخصوصة للاعب كيليان امبابي اللي جه في اول باب الانتقالات ولع الدنيا كلها، لعب لعبته وكشف عن المخطط لدى مديرة اعماله وهو عدم التجديد. طيب نجيب لكم القصة من الاول عشان اللي مش متابع يفهم الموضوع كان ماشي ازاي. كيليان امبابي اللي ريال مدريد راحت تحاول تاخده 3 مرات، من ايام لما كان بيلعب في موناكو، وبعد كده قدرت باريس سان جيرمان تخطف اللاعب، كان ساعتها برقم مادي كبير جدا وصل ل 180 مليون يورو، ضربه كانت لريال مدريد. وظلت ريال مدريد بعدها بتحاول مع اللاعب لمرتين بعد اول موسم لعبوا في باريس سان جيرمان، واخرهم كان الموسم اللي فات في الصيف، مش ده اللي قبله على طول، حيث عرض ريال مدريد مبلغ 200 مليون يورو ورفضوا نادي باريس سان جيرمان، برغم ان اللاعب كان فاضل له سنه واحده فقط ويبقى اللاعب مجاني. ولكن تدخل ساعتها رئيس النادي وتدخل رئيس الدوله وتدخلت كل الشؤون العليا عشان امبابي يجدد لنادي باريس سان جيرمان. وبالفعل كسب نادي باريس سان جيرمان القضيه وجدد مع اللاعب لمده 3 مواسم بكمان موسم اضافي رابع عشان يبقيه ل 2025، ولكن باتفاق الطرفين، يعني لازم امبابي يوافق ولازم باريس سان جيرمان يوافق. طيب تعالوا اكشف لكم على العقد اللي كيليان امبابي بياخده عشان افهمك الموقع اللي هو فيه. العقد اللي هو مضى عليه كيليان امبابي وجي على نفسه قوي عشان يكمل مع نادي باريس سان جيرمان، بنتكلم في الموسم الواحد في 72 مليون يورو، وده المبلغ اللي بياخده على مدار الموسم فقط من نادي باريس سان جيرمان كأجر اسبوعي. فاللاعب اللي قعد 2 منهم لحد دلوقتي يعني واخد 144 مليون من النادي فقط. اما عن مكافأة الامضاء اللي مضاها الراجل ده ما كانتش ببلاش، الراجل ده هياخد في عقده مبلغ 180 مليون يورو مقسمة الى 3 دفعات، يعني كل صيف ياخد له بتاع 60 مليون يورو. لا والبونص ده ركز معايا، كيليان
كيليان امبابي مش هيتقاضاه فقط لو هو قاعد في النادي، لا ده لو حتى كان انتقل لفريق بفلوس هيفضل ياخد البونص ده بتاعه ل3 سنين. تقول لي يا موريسيو ايه الفلوس دي كلها؟ اقول لك لسه، ده كمان عنده شرط يا معلم اسمه اللويالتي بونص، وهو ايه بقى؟ وهي مكافأة الولاء. شوف الولاء بيكافئوه عليه، قال لك الولاء ده يا عم امبابي هتاخد عليه حضرتك 70 مليون في اول موسم، وتاني سنه هتاخد 80 مليون، وتالت سنه اللي هي 2025 تاخد لك 90 مليون. امبابي خد اول 70 اللي هم خلاص لعب الموسم اللي فات، فهياخد ال 70 مليون بتوعه دلوقتي، وبعد كده يخش على الموسم اللي بعده اللي هو عقده لسه متاح فيه السنه اللي هيلعبها دي، ياخد له 80 مليون في الصيف. وهو ده اللي امبابي بيلعب عليه. الموضوع بكل بساطه نادي باريس سان جيرمان لم يخطر على باله ان اللاعب مش هيجدد السنه الاضافيه، وعاملين حسابهم ان اللاعب لسه عنده كده سنتين عشان يقرر يمشي مجانا، ولكن فكره رفض تجديد العقد ورفض مد السنه الزياده مخليه مبابي عنده سنه واحده فقط. فاللاعب لما يطلع يقول لك خلاص البومبه اتحطت في مكانها، انا مش هجدد عقدي يا معلم، انا هلعب اخر موسم ده واقول لكم السلام عليكم السنه الجايه مجاني، وابقى خدت البونص اللي بكلمك عليه 80 مليون اللي هي بتاعه الولاء، وساب ولاء الناحيه الثانيه ريال مدريد نفسها تدفع له البونص بتاعه لما يجي لها مجاني اللي هيوصل ل 100 مليون. يعني بقاء امبابي هذا الموسم مع باريس سان جيرمان بالاجبار يحط له في جيبه 180 مليون صافي. طبعا موريسيو الفلوس الكتيره دي يعني امبابي بياخد كام من باريس سان جيرمان؟ اقول لك بالحسبه بقى بالارقام دي كلها، اللاعب بيطلع له فقط من النادي والبونص بتاع النادي 202 مليون يورو في السنه، بعد الضرايب بيوصل ل 111 مليون صافي داخلين حسابه في البنك وحساب طنط فايزه. طيب بعد ما اتحطينا في الموقف الحرج ده، قررت اداره باريس سان جيرمان انها تتك شويه. ممكن اللاعب يكون بيعمل النمره دي زي ما عملها الصيف اللي فات عشان يعلي اجره، نديله ولاء او حنان مره اخرى في شرط جزائي، نعمل له حنكش ومنكش، نخلي رئيس الجمهوريه يكلمه. ولكن امبابي ما سكتش هنا، بيقرر يصعد الموضوع الى اقصاه بتصريحات كانت بالنسبه لي هي تصريحات قاضيه في العلاقه. فاللاعب لما اتسال من جريده فرانس فوتبول الشهيره جدا عن جائزه البالون دور، وانه لاعب مفروض يكون مرشح للجائزه دي، والسبب في تاخره انه لم يفوز بالجائزه حتى الان، لعبها لعبه تانية خالص وقلب كل الحوار الى نادي باريس سان جيرمان ونزل عليهم بالتهم. وخليني اقرا لكم التصريح عشان يكون مفهوش ولا كلمه زياده ولا حرف اقل. اللعب لباريس سان جيرمان لا يساعد كثيرا لانه نادي منقسم، وهذا لا يساهم في تطور النادي وبالتالي اللاعبين بداخله. انت متخيل ان لاعب ممكن يكون الاهم في العالم وهو بينتقد النادي اللي بيلعب فيه انه نادي ما بيروحش في اي حته ولا بيساعد لعيبته انها تتطور؟ ده شيء قد ايه بيعلن للعالم انه مستحيل يكمل في المركبه دي. لا، واضاف امبابي: لا اعرف ما الذي يفتقر اليه باريس، عليه التحدث الى الاشخاص الذي ينظمون القوه العامله لمعرفه الاجابه. وهنا الاتهام بيجي لناصر الخليفي في وشه: انقسام باريس لا يزعجني لاني اعرف ما افعله وكيف افعله. شبكه سكاي سبورتس اكدت ان تصريحات امبابي تسببت في غضب مسؤولي باريس سان جيرمان وكذلك اللاعبين، مشيره الى ان هناك 6 من زملاء امبابي منهم 2 انضم في موسم الانتقالات الجاري اشتكوا لناصر الخليفي مالك النادي من تصريحات امبابي. يعني بنتكلم في اللاعب اوجارتي وسكرينيار واسينسيو، ال3 لعيبه اللي لسه منضمين، منهم 2 خلاص قبل ما يجوا كده واحنا جايين نادي مهزأ ولا ايه يا عم ناصر الكلام ده؟ لو احنا جايين على خرابه قول لنا. اما ال4 التانيين فبالتاكيد واحد منهم هو نيمار عدوه الاول في باريس سان جيرمان، والعلاقه اللي عارفين منذ قدوم نيمار وهي مضطربه جدا. واشارت الشبكه الى ان الخليفي اكد ما قاله امبابي يعتبر قله احترام للجميع داخل النادي، سواء لاعبين القدامى او الجدد او المدرب وحتى المشجعين. يرى ان اذا ما كان النادي بهذا السوء فلماذا لا يرحل امبابي الان؟ وهو ده السؤال اللي لازم نتكلم عليه بالتصريحات اللي حصل، بالموقف اللي باريس سان جيرمان. انا اسف، هو مين اللي ماسك دراع مين دلوقتي يا عم ناصر؟ هو مين اللي تسبب في الحسبه اللي خلت لاعب صغير يتحكم في مصير النادي؟ ويرجع يرد ناصر يقول اللاعب مش اكبر من النادي، مفيش حد اكبر من نادي العاصمه باريس سان جيرمان، النادي الفرنسي، النادي اللي انا شخصيا مش اكبر منه. ويؤكد الراجل ان لو اللاعب عايز يقعد يتفضل يقعد بعد التصريحات الغريبه، ولو الراجل عايز يمشي فهو مرحب بيه ان هو يمشي، ولكن فكره وجوده وان هو يرحل ببلاش ده شيء من المستحيل. وهنا بنتكلم على واحد بيبيع عربيه على OLX بسبب الهجره، مستعجل عايز ينزل
ينزل فيها بسرعه ويقول لك السعر نزل كده عشان مزنوق. اي حد مزنوق يا جماعه في البيع والشراء عارفين انه بيخسر فلوس، ما فيهاش كلام، ده حاجه في اساس البيزنس، سبلاي وديماند. ان النهارده رحت كان عندك امبابي عنده سنه في عقده، ريال مدريد راحت قدمت لك عرض ب 200 مليون وخدت الريسك وابقيت اللاعب وفقدت 200 مليون كانوا داخلين خزنتك. النهارده بتتحط في نفس الموقف تاني، ولكن بص بقى الناحيه التانيه ريال مدريد بتتصرف ازاي وتفهم ان اللاعب متفق على اتفاقات كتيره قوي. فلما تبص على بيريز وتلاقيه بيلعبها بالصياعه، انا بره الموضوع خالص، مفيش اي عرض اتقدم رسمي لنادي باريس سان جيرمان، كله كان كلام، كله جس نبض، احنا يا جماعه واقفين في حالنا. بص يا عم مبابي احنا مش هيحصل فينا نفس اللي حصل الموسم اللي فات، مش هنبقى الكروديا اللي يضحك عليه وتستخدمني كنمره عشان تعلي اجرك وبعد كده تاخد العقد المهولي اللي بتاخده في باريس سان جيرمان ويكلمك رئيس النادي وتضغط عليا. الموضوع ده مش هيحصل السنه دي. النهارده بكل بساطه بيريز بيقول لمبابي خلص امورك، شوف هتجدد ولا لا، لو هتجدد قول لنا، لو مش هتجدد وهتلعب موسم هستناك الموسم الجاي ياخدك ببلاش واديك السايننج بونص اللي انت عايزه، يا اما دلوقتي اخش اخلص بمبلغ مالي على مزاج انا مش على مزاج باريس. النهارده باريس عارف انه مستحيل يخلي لاعب هو مش عايز يلعب في الفريق، هو هيمشي مجانا وده صرح بيه الراجل، فانت مضطر النهارده انك تخش تدفع في اللاعب ده فلوس بقيمه من رايي الشخصيه، واللاعب فاضل له سنه واحده 130 140 توصل ل 150 بالعافيه، بس جو بقى 250 و200 اللي كنت بتحلم بيه ده في الوباء. طيب سؤال تاني يتسال ويتقال لي طب ماوريسيو ما باريس سان جيرمان ممكن تقول له لا انا هبيعك لاي حد بالمبلغ اللي انا شايفه وخلاص، ابيعك بقى ايه لليفربول، ابيعك بقى للسعوديه، انا حر اقول لك ده مستحيل، لان اللاعب لازم يمضي على النادي اللي هو رايحه، يا اما هيستنى يلعب الموسم بتاعه وياخد البونص بتاعه غصب عن عين اي حد. فمن رايي بالتالي اللي هيحصل ان مبابي محدد مصيره بعد الكلام الكبير اللي طلع ان الاستثمار القطري داخل مانشستر يونايتد، قال لك مانشستر يونايتد مهتمه جدا باللاعب كيليان مبابي وتقدر تدفع لو الشيخ جاسم قرر ان هو يشتري النادي ويدفع ويستثمر في مبابي. قال لك ليفربول عرضت 200 مليون، كل ده كلام بنسمعه، ويورجن كلوب عايز يبني الفريق الجديد بقياده كيليان مبابي. اتقال لك ان كيليان مبابي هو الاقرب لنادي ارسنال لو فكر يروح الدوري الانجليزي في منافسه ايرلينج هالاند مع السيتي. اتقال ايضا ان مانشستر سيتي وجوارديولا مستعدين يعملوا الكومبو الثنائي الجبار مع ايرلينج هالاند وكيليان امبابي ناحيه الشمال، ومعاهم فلوس، وكل الانديه اللي بكلمك فيها قادره ماديا انها تدفع الفلوس. ولكن لو تسالني انا عن وجهه نظري، اللاعب يا جماعه مخلص كل حاجه مع ريال مدريد، اللاعب مش عايز غير ريال مدريد حطه قدام عينه، اللاعب لو بيتكلم على جائزه البالون دور فهو عارف ان اقرب حد هيساعده هو النادي الملكي بالشخصيه والكاريزما والتيشيرت اللي بتكسب اي لاعب لو قدر ان هو يعمل نفس الارقام اللي بيعملها مع نادي باريس سان جيرمان دلوقتي. اما الخيار الاخير اللي ما تمناش نشوفه ولكن هو مطروح على الترابيزه وهو الحرب وهي العند وهي العقاب وهو التجميد. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يعني بكل بساطه ممكن ريال مدريد تلعبها بكل صياعه 100 120 مليون ده اخري، والله حضرتك مش عايز تقبل العرض خليه عندك. طيب خليه عندك دي هتساوي ايه يا رزية؟ هتساوي ان كيليان امبابي قاعد سنه هيقرر اللعنه عليه اداره باريس سان جيرمان، وشفناها بتحصل قبل كده. انت مش ناوي تخسرني يا باشا 150 200 مليون، انا هفرجك السنه دي انت هتبقى مسخه ازاي للعالم كله. وهيتم تجميد اللاعب كيليان امبابي زي ما حدث مع اللاعب فيراتي لما قرر ان هو يمشي وقرر تجميده، حتى اما الراجل طلع وقال لهم انا اسف وحقكم عليا وجدد وقرر المشاركه بعد ما كان مشارك مع الفريق الرديف لنادي باريس سان جيرمان. بس في مخك كده تحس ان كيليان امبابي برضو اكبر من الموقف ده. اظن ان الحاله مختلفه من فيراتي، لاعب ايطالي محترف عندنا في فرنسا لا نهتم بيه اطلاقا، ولاعب يوازي كل الانجاز اللي احنا مستنيينه والتاريخ اللي عايزين نكتبه بلاعب المستقبل، اللاعب الافضل في العالم، ابن منتخب فرنسا كيليان امبابي. وزي ما الرئيس تدخل وزي ما شؤون عليا جدا تدخلت في كل الدوله الفرنسيه، اعتقد انهم هيشوفوا حل، وما اظنش انهم هيروحوا للحل ده لانهم عارفين ان هم اللي ملوين دراعهم. زي ما قلت لك في اول الحلقه، باريس سان جيرمان يا جماعه هو المخطئ الاول في هذا الحدث. باريس سان جيرمان هو من تسبب في الموقف التالي، انه يخسر اهم لاعب في العالم بعد ما كان بيجمع كل لعيبه العالم. دلوقتي النهارده كله بيرحل، راموس بيرحل، ميسي رحل، كلام عن نيمار ووجوده في برشلونه، وكلام عن امبابي انه لن يكون متواجد هذا الموسم. في الاخر هرجع واقول لك تاني، كيليان امبابي حاطط رجل على رجل، متواجد دلوقتي في الكاميرون بلده الاصل، بيلعب باسكت بول وبيسلم
مع الناس وبيلف الكرة وبيتبرع بفلوس. الراجل رايح يعمل هناك يعني مؤسسات خيريه، وبيهدد زملائه في باريس سان جيرمان. قال لهم لعلمكم انا النهارده لو ما اتبعتش الموسم ده باريس سان جيرمان هيضطر لبيع كذا لاعب في النادي واكل عيشكم هيتقطع. في الاخر ممكن يكون عندك نظره غل وعدم فهم لكيليان امبابي، الراجل اللي ممكن تشوفه بيتلاعب بكل الادارات. ممكن يكون السبب زي ما قلت لك هو من رايي نادي باريس سان جيرمان الضعيف جدا في شخصيته، اللي خلى لاعب في هذا السن يحس ان هو اكبر بكتير من الفريق ويعرف يلوي دراعه ازاي. واظن ان اللاعب بالشخصيه دي لو كمل كده مصيره حتى لو راح ريال مدريد مش هيبقى طويل. ريال مدريد هو ليس باريس سان جيرمان اطلاقا. ريال مدريد فعليا، ريال مدريد هو بيقول وبينفذ. مفيش لاعب عدى على تاريخ النادي كله كان اكبر من النادي نفسه، اخرهم كريستيانو رونالدو اللي كان اكبر من امبابي 10 مرات لما قرر ان هو يطلب انه يعلي اجره ويطلب انه يتساوى مع اجر ميسي ساعتها ببرشلونه. في يوم وليله خد القرار وريال مدريد قالت له مع السلامه، وذهب الراجل الى اليوفي في الصيف. فمن رايي الشخصي اللي ما زلت عنده ان ريال مدريد هيقدر يخطف امبابي هذا الموسم سواء ب 130 توصل ل 150 بالبونص بمبلغ اشوفه مستحق، او الموسم اللي جاي يا سيدي مجانا وتكون ضربه لباريس سان جيرمان. ولكن لازم اللاعب يعدل من اسلوبه، لازم يعدل من شخصيته تماما، ولازم يكون قد المكان اللي هيلعب فيه ويتعامل مع الاداره انه شاب صغير بامكانيات عاليه وليس لاعب اعلى من كل الفريق اللي احنا موجودين فيه. بوادر مش الطف حاجه، ولكن امكانياته تخلي ريال مدريد تقلبه الى لاعب خارق هو الافضل بالعالم بدون شك. قولوا لي يا رزيعه انتوا رايكم ايه في اخر الحلقه؟ شايفين كيليان امبابي هيبقى ماشي ورا الاشاعات فعلا اللي بنسمعها والهاكس اللي بقعد اهزر بيه معاكم على تويتر، وصورته بتيشيرت ارسنال وصورته بتيشيرت برشلونه وان هو بيعاند ريال مدريد؟ كل الكلام ده من رايي هاكس. قول لي انت رايك ايه؟ شايفه هينضم لنادي ريال مدريد امتى بالظبط؟ قول لي رايك في الكومنتات. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، تشترك معنا في البرنامج، اعمل اشتراك دلوقتي وافتح تنبيهاتك لان الحلقات جايه بقوه هذا الاسبوع. رجعنا خلاص ورجعت الحلقات. ما تنسوش تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستجرام، ستوريز، تيك توك، كله موجود تحت في الديسكربشن. واكيد بفكركم براعي الحلقات الرسمي كلير، شامبو رقم 1 في مصر وفي العالم. وكفايه رزع قوي لحد كده. شفتنا بقى لما انا ما رضيتش اتك على حته انه قال لو هنضم لانجلترا هنضم الارسنال؟ لا احنا بقينا في حته تانية. يعني ان كيس ريال مدريد ولع هيروح فين؟ ارسنال بقى. يعني تيري اونري ومبابي ياخد 14 عادي جدا، اساطير ورا بعض، وياخد بقى وبعد كده يطلع على اسبانيا مفيش مشاكل، يدينا 4-5 سنين ويروح. اقفل يا واد، اقفل. حتى الاحلام دي قالك بفلوس.